عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، أهلا بكل متابعينا على قناة يوميات معلم على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله أول درس للقواعد الإملائية في الصف السادس الابتدائي، اللي هو تنوين الهمزة المتطرفة آخر الكلمة بالفتح. عشان ناخد الدرس ده ونفهمه كويس لازم الأول نعرف يعني إيه تنوين وأنواع التنوين وكمان القاعدة بتاعت التنوين. مبدئيا كده في الأول، التنوين هو عبارة عن إضافة أو نطق نون آخر الكلمة وليست مكتوبة، هي إضافة نون منطوقة وليست مكتوبة. يبقى التنوين هو عبارة عن نون منطوقة وليست مكتوبة. كلنا طبعا عارفين انواع التنوين: تنوين بالفتح، تنوين بالكسر، تنوين بالضم. انواع التنوين: ثلاثة: فتح وكسر وضم. لو اخدنا مثال يعني مثلا زي كلمة كتاب، لو هنونها تنوين بالضم يبقى كتاب، زودت نون منطوقة، نون مضمومة آخر الكلمة منطوقة وليست مكتوبة. لو نونتها بالكسر كتاب، لو نونتها بالفتح كتابا وزودت ألف التنوين. يبقى التنوين هو عبارة عن نون منطوقة آخر الكلمة وليست مكتوبة. أنواع التنوين: فتح، كسر وضم. كتاب، كتاب، كتابا. ده التنوين. ده ايه التنوين؟ لو معايا كده التنوين بالفتح مختلف شويه عن بقيه انواع التنوين، مختلف شويه عن التنوين بالضم والتنوين بالكسر. التنوين بالفتح، التنوين بالفتح اللي بيحصل فيه ان احنا نضيف الف اخر الكلمه مع كل الحروف، ما عدا ايه بقى؟ في بعض المواضع اللي فيها ما بقدرش ازود الف التنوين. اول حاجه مع التاء المربوطه ومع الهمزه اللي على السطر بتكون قبلها الف مد، او الالف اللي عليه همزه، او الكلمه اللي اخرها الف لينه. وهناخد مثال على كل واحده منهم. الكلمه اللي اخرها تاء مربوطه زي كلمه مدرسه، بكتب مدرسه عادي واحط التنوين بالفتح وما بضيفش الالف التنوين. سماء بحط الفتحتين عادي وما بتزودش الف التنوين. كلمة نبأ، لو على سبيل المثال كلمة نبأ ازود نون في النطق بس ما بضيفش الف التنوين خالص. كلمة ندى او هدى، ندى لو انا كتبتها بالالف اللينة بحط فتحتين على الدال وما بزودش الالف. القاعدة ديت هتخليني دايما اروح للتنوين الهمزة المتطرفة اخر الكلمة بالفتح. لو بصينا كده تنوين الهمزة المتطرفة بالفتح عندي يعني انا هكتب لك دلوقتي على السبورة كلمات كتير جدا اخرها همزة، زي كلمة سماء، زي كلمة ملجأ، وزي كلمة مثلا جزء واجزاء، وكلمة مثلا شاطئ. دي كلها كلمات اخرها همزة متطرفة على السطر، زي سماء، ملجأ، جزء، اجزاء، شاطئ، شيء. لو جينا نونتها سماء ادام في قبلها الف فبكتب الكلمة عادي واحط فتحتين على الهمزة وما ازودش الف التنوين. ملجأ زيها بالظبط، ملجأ واخدين القاعدة بتاعتها، بزود التنوين بالفتح، بزود الفتحتين وما احطش الالف بتاعة التنوين. طب كلمة جزء لا قبلها الف ولا هي مرسومة على الف فبكتبها عادي سطر واحط عليها الفتحتين وازود الف التنوين. زي برضو اجزاء، اجزاء هنا قبلها الف مد، احط فتحتين بس على الهمزة وما ازودش الف التنوين لمنع التقاء او لمنع كتابة الفين ورا بعض. شاطئ اكتب شاطئ زي ما هي عادي، شاطئا ازود النبره اللي احط عليها الهمزه
واحط التنوين بالفتحه على الهمزه، ويبقى كده بقت شاطئا. يبقى رسم الهمزه المتطرفه او تنوين الهمزه المتطرفه اخر الكلمه بالفتحه. بزود الف التنوين في بعض المواضع وما بزودهاش في بعض المواضع. يعني انا لو جات لي الهمزه على السطر قبلها مد بالالف ما بحطش الف التنوين. لو الهمزه جات لي اخر الكلمه، الهمزه جات لي اخر الكلمه لا هي مرسومه على الف ولا قبلها الف مد، بزود الف التنوين. وبكده بيبقى احنا نهينا الدرس بتاعنا اللي هو تنوين الهمزه المتطرفه اخر الكلمه بالفتح للصف السادس الابتدائي، ودي قاعده املائيه، قاعده املائيه. تابعونا على القناه ان شاء الله، وهننزل لكم المنهج اول باول من الصف الاول لحد